15 عام الخوت، 15 عام وهما محافظين على السر اللي غادي يغرقهم حبس، والسر اللي ما عرفو حتى شي واحد، ولكن غيتعرف في النهار اللي ما كان كيتوقع حتى شي واحد. القصه ديال اليوم الخوت غريبه لواحد الدرجه ما يمكنش، ولكن المغزى ديالها واحد، راح تبين لك 100% قداش الروح عزيزه عند الله سبحان الله العظيم. كيفاش بالصدفه غتلعب الاقدار وغيتفرش كلشي كيف ديما. كالمي الاجواء وصلي على النبي المصطفى، حيت الاحداث ديال الواقعه ديال اليوم كيف ديما ما يمكنش. وانا كنسجل لكم هذا الفيديو الخوت باقا الشمس كاع ما طلعت، باش تعرفوا باللي راه حتى شي حاجه ما سهله. اللي بغى يوصل لشي حاجه ديما خاصو يتقاتل ويخدم. الله يسهل عليكم اخوتي كاملين، واحد واللي في نيتو شي حاجه الله يوصلوا ليها. غير هو واحد النصيحه خفيفه قبل ما ندخلوا في القصه ديالنا. انا حاليا كنت واجد في الباديه وقررت نستغل الفرصه هذه ونسجل لكم واحد الفيديو. من الحوايج اللي لاحظتهم واللي صدموني لواحد الدرجه ما يمكنش الخوت، هو انني اكتشفت باللي مورا الاذان ديال الفجر بالضبط تبدا تسمع بزاف ديال الاصوات، وهاد الاصوات هذه ديال العصافير اللي تيبداو يغردوا بالضبط مورا الفجر، خصوصا فاش كتخرج بحال هكا المناطق القرويه وكذا. الا جريتي مع هاد القضيه ديك غتلاحظها. وهذا الشيء هذا الخوت عنده مغزى واحد اللي خاصنا نردوا ليه البال وخاصنا نتعلموا منه. فراه الدنيا هذه خلق فيها الله عز وجل بزاف ديال الامور وبزاف ديال الحوايج، وخلق بزاف ديال الاشياء اللي خاصنا حنا نتعلموا منها. فراه بالضبط مورا الفجر سبحان الله العظيم كيخرجوا اغلبيه الطيور بكري تيقلبوا على راسهم وكيغردوا بواحد الطاقه اللي ما يمكنش وبواحد الانرجي اللي ماشي عاديه، وتيخرجوا تيقلبوا على راسهم وكيقلبوا على نهارهم. فراه هكا الانسان حنا دابا سبحان الله العظيم ولينا في واحد الوقت اللي ولا الانسان كينعس معطل تيفيق معطل، حاله ما هي حاله. فراه فريمون الصراحه خاص الانسان يتعلم من هاد الحوايج اللي خلقهم الله عز وجل باش يعلمونا. هادشي علاش خاصنا حتى حنا نديرو بحال الطيور هادي اللي تيفيقوا بكري وتيفيقوا بواحد النشاط وتيفيقوا تيدبروا على راسهم، دبروا على القود ديال العيش ديالهم. سبحان الله العظيم ربي ما خلقش هادشي غير هكاك، ضروري فيه عبره وكل حاجه فيها عبره. ما علينا ندخلوا في التفاصيل ديال القضيه ديال اليوم الخوت. الاحداث ديال الواقع ديال اليوم الخوت غيدونا بالضبط عند واحد السيد اللي مقاول ديال البنين. هاد السيد هذا خدا واحد الارض، وديك الارض الخوت كانت شحال هادي فيها بحال شكل دوك البلايص كيكون فيهم القوش الخردة اي حاجه قديمه بحال هكا. فاش كيبغي بنادم شي باب قديم ولا شنو هو كيمشي كيشريه من تمايا، ولا شي واحد كيبغي يبيع الحديد ولا كيبغي يبيع اي خردة كما كان النوع ديالها حطها في هذيك البلاصه. المهم هذيك البلاصه وهذيك البقعه بالضبط كانوا فيها شي ناس اللي دوزو مده طويله تمايا، واللي دوزوها وهما خدامين تما وكانوا دايرين شي عشات تمايا وكذا، وكانوا مستافدين في هذيك البلاصه وعايشين. حتى داز الايام ومول هذيك الارض قرر على انه باش يبيعها. وهنايا فاش جا المقاول خرجوا كاع دوك الناس اللي كانوا تمايا خدامين في هذيك البلاصه وداكشي، وصافي جا داك المقاول جاب الطراكس باش يبدا يخدم تمايا، يبدا يحفر باش يبدا المشروع ديالو، على اساس باش يدير فيه بارطمات ويخرج منه بروجي اللي يدخل منه فلوس كيف كيديروا اغلبيه ديال المقاولين. المهم هاد السيد هذا جا تمايا جاب طراكس وبدات تتحفر، بدات تتحيد في داكشي تما ديك الخردة وداكشي اللي قديم تمايا كله تتحيد فيه. العجيب الخوت هو انه فاش بدات هذيك الطراكس كتحفر مع قرقات واحد شويه مع كتجبد من التحت ديال الارض الخوت واحد الخنشه من هذوك الخناشي اللي بلا شك غتكونوا عارفينهم الخوت اللي كيديروا فيهم الزراع، كيديروا فيهم الاغلبيه الزراع والنخاله وداكشي بحال هكا. المهم راكم عرفتوني فين داوي. هاد الخنشه الخوت فاش جبدت الطراكس من التحت كانت بينه حامره بشي حاجه. مول طراكس والناس اللي معاه فاش جبدوا ديك الخنشه تعجبوا، او هاد الخنشه هادي كيفاش حتى مدفونه هنايا؟ يمكن شي حاجه غتكون مدفونه غير هكاك. هادشي هذا ركب فيهم واحد الفضول، مشاو حلوا ديك الخنشه باش يشوفوا اشنو فيها. العجيب في الامر الخوت هو انهم فاش غيحلوا هذيك الخنشه غيلقاو فيها حوايج يعني مقطعين باينين ديال شي حد. مع دوك الحوايج غيلقاو عاوتاني واحد لاكارت ناسيونال،
ولقاو حتى شي حاجه ديال الوراق وكذا. هنايا الناس صدموا، او لاكارت ناسيونال كيفاش غتدفن مع هاد الحوايج هنايا، كيفاش البلان. المهم والطراكس والناس اللي معاه علموا هذاك المقاول جا عندهم تمايا، شاف هداكشي اللي كاين تمايا، شاف حوايج، شاف لاكارت ناسيونال. هادشي هذا ركب ليه الشك في دماغه، قال هاد الحوايج ما يمكنش غيدفنوا في هاد الخنشه هادي هنايا مع لاكارت في هاد البلاصه هادي، ما يمكنش غيدفنوا غير هكاك. الشك ديال هاد السيد هذا المقاول غيخليه يعيط على رجال الشرطه باش يجيو يعدوا على المكان ويشوفوا اشنو واقع بالضبط، وديال من هذيك لاكارت ناسيونال ولا من تابعه ما ربنا توصلهم لشي حاجه. رجال الشرطه جاو لعند المكان، شافوا ديك لاكارت ناسيونال، شافوا دوك الحوايج، هزوهم وداوهم. المهم رجال الشرطه الخوت فاش داو هذيك لاكارت ناسيونال ودوك الحوايج بداو يقلبوا في السجل وكيشوفوا هذيك لاكارت ناسيونال وربنا تكون ديال شي حد. بداو يبحثوا في القضيه، والعجيب في الامر هو انهم غيلقاو هذيك لاكارت ناسيونال كترجع لواحد السيد اللي سميتو خالد. وهذا خالد الخوت ديجا كانت جات الام ديالو مده طويله، يعني دازت تقريبا شي 15 عام على هاد الواقعه. جات الام ديالو وديكلارات بالاختفاء ديالو ودارت محضر على اساس بان الابن ديالها راه مختفي، وعلى حسب ما كتقول الام ديالو باللي الابن ديالها كان باغي يحرق لبرا. القضيه دي غريبه لواحد الدرجه ما يمكنش. المهم الخوت رجال الدرك استدعاو ديك الام، جات قالوا لها واش الابن ديالك بان، واش كاين كذا، مدواش معاك؟ قالت لي مودي الابن ديالي راه 15 عام وهو مختفي، والابن ديالي سيدي راه قالوا لي باللي راه حرق. قالوا لي وشكون هذا اللي قال لك باللي راه حرق؟ وقالت لي مودي راه الدراري اللي قرابين لي والدراري اللي كانوا صحابو هما اللي قالوا لي راه حرق اسيدي. مزيان. رجال الشرطه دخلهم الشك، عرفوا باللي كاينه شي قضيه تما ماشي هي هذيك. في الوقيته اللي كان فيها البحث جاري الخوت ورجال الشرطه كيبحثوا في القضيه، في نفس الوقيته بالضبط كان هذاك مولتراكس باقي كيحفر في هذيك الارض، وهو كيحفر عاوتاني بالضبط قريب من هذيك البلاصه اللي كانوا فيها الخناشي. غيتفاجئ السيد، لقى العدومه ديال البشر كاينين تما مدفونين في الارض. هنايا غيطلعوهم وغيتفاجئوا. المقاول تصدم، ولا كيقول مع راسو او واش انا شريت ارض ديجا كانت مقبره ولا كيفاش بلان انا، اش هاد الكارثه. عاوتاني عيط على رجال الشرطه، جاو رجال الشرطه طوقوا القضيه، جاو الناس الاختصاصيين باش يقلبوا ويشوفوا شنو واقع تمايا. تهزوا دوك العدومه اللي كانوا تمايا، تهز داكشي اللي كان تما، ومشاو داو باش يديروا عليه الاختبارات ويشوفوا ديال من هادوك العدومه ولمن كيرجعوا. هنايا ما بقاش اللعب، القضيه باينه بفعل فاعل، وباين شي واحد اللي داير شي كارثه تمايا ودافنها. رجال الشرطه هنايا غيبداو يبحثوا في القضيه، بحثوا مع المقاول، قالوا ليه من عند من شريتي. وصلوا السيد عاوتاني مول الارض الاول، والسيد مول الارض قال لي مودي راني الارض ديالي كتكاريها لشي وحدين قشاشه وكذا، وراه كانوا دايرين عشاش تمايا وراه هما بزاف كانوا الخدامه تما كيتجمعوا. رجال الشرطه بقاو شادين الخط، بقاو كيبحثوا مع كل واحد بوحدو، بقاو كيبحثوا من بلاصه لبلاصه. الحاجه اللي لفتت الانتباه ديال رجال الشرطه هنايا هو انه كانوا الاغلبيه ديال الناس اللي كيبحثوا معاهم كيقولوا باللي راه واحد السيد هو اللي كان تمايا مكلف، وكان مدوز مده طويله تما في هذيك لافيراي في هذيك البلاصه اللي كانت تمايا. اغلبيه ديال الخدامه وديال الناس اللي كانوا كيجيو تما كيخدموا تما ما كانوش كيطولوا، كيدوزوا غير مده قصيره وتيمشيو بحالاتهم. ولكن واحد اللي كان مكلف تمايا وكان كاري ديك البلاصه هو اللي كان كيدوز مده طويله تمايا ومدوز سنوات. غيبحثوا عليه رجال الشرطه وغيقدروا يوصلوا ليه. في الوقيته اللي غيوصلوا ليه غتخرج الاختبارات ديال مصلحه التشريح الطبي، واللي غتبين باللي هادوك العدومه كيرجعوا لواحد الفتاه، امراه ماشي راجل. كيف قلنا في الاول راهما لقاو الحوايج ولقاو لاكارت ناسيونال كترجع لواحد السيد اللي سميتو خالد، ولكن العدومه اللي لقاو عاوتاني في نفس هذيك البلاصه كيرجعوا للمراه ماشي راجل. هادشي هذا صادم لواحد الدرجه ما يمكنش. رجال الشرطه بقاو مفاجئين، قالوا كيفاش وقع هادشي هذا بحال هكا؟ اذا بحال والو تقدر تكون باقا جثه اخرى تمايا.
السيده اللي توفات ما عرفوهاش شكون هي، ما كاين حتى شي حاجه نهائيا اللي كتثبت الهويه ديال هاد السيده هذه اللي لقاو العظومه ديالها تما. ولكن لقاو واحد لاكارت ناسيونال ولقاو حوايج ديال واحد السيد اللي سميتو خالد. فين كاين هاد خالد؟ شنو واقع ليه؟ واش حتى هو باقي مدفون تما؟ الله اعلم. كيف قلنا رجال الشرطه مشاو جابوا هذاك خينا اللي كان تمايا خدام في هذيك لافير واللي كان كاريها، ودوز فيها كيف ما قلنا مده طويله. بداو بحثوا معاه مزيان، عمقوا معاه البحث ديال البصر. هذاك خينا وهما كيبحثوا مع رجال الشرطه لاحظوا باللي بين عليه شويه ترتيبات، بين عليه السيد، بين عليه كيدخل ويخرج في الهضره. قالوا لي قول لينا، ما كتعرفش واحد السيد سميتو خالد عمرو جا عندك تما؟ في الاول نكر شويه، قالوا ليه وما يمكنش، لا كارت ناسيونال ديالو والحوايج ديالو لقيناه في واحد الخنشه مدفونه تمايا في البلاصه اللي كنتي كاريها، وانت دوزتي سنوات تما. ما يمكنش هاد السيد هذا غيكون الحوايج ديالو تمايا غير هكاك. وعلى ما كيقولوا على حساب الام ديالو باللي راه حرق، ولكن لا كارت ناسيونال ديالو والحوايج ديالو شنو كانوا كيديروا تمايا؟ من بعد ما ضغطوا عليه رجال الشرطه مزيان، خونا غيقول لهم بلي هذاك السيد خالد كان صاحبه وكان كيجي كيريح مع شي ايامات تمايا. مزيان. قالوا لي اذا هاد خينا هذا صاحبك، هو دابا قول لينا علاش نكرتي في الاول وقلتي ما كتعرف حتى شي واحد سميتو خالد؟ وقال لي مودي انايا غير تخلعت وهادي وما عرفتش شنو واقع، وانايا قلتوا لي تلقاو العدومه تما وداكشي، ما فهمتش شي حاجه سي. داكشي علاش انايا بغيت نقول لكم باللي راه ما كنعرف حتى شي واحد اسيدي، وهادشي اللي كاين. اييه مزيان. رجال الشرطه هنايا من بعد هاد الشك هذا ديالهم غيقرروا باش يمشيو ياخذوا امر باش يقلبوا ليه الدار ديالو فين ساكن هاد خينا هذا بالضبط حاليا. مشاو رجال الشرطه دخلوا للدار ديالو بداو تيقلبوا بلاصه بلاصه، وهما تيقلبوا الخوت غيلقاو واحد الكتاب. هذاك الكتاب الخوت كانوا شحال هادي تيديروا فيهم تصاور، اما دابا راه ولاو كاع تصاور ديال بنادم كاينين في التليفونات، قليل اللي باقي كيدير هذاك الكتاب اللي كيكونوا فيه تصاور. المهم هاد خينا هذا لقاو عنده داك الكتاب اللي فيه تصاور. داك الكتاب بداو تيراجعوا فيه تيقلبوا فيه ولقاو بزاف ديال التصاور ليه في مناطق مختلفه. ولكن الحاجه اللي لفتت الانتباه ديال رجال الشرطه هو انهم لقاو هاد خينا هذا مصور بالضبط في ديك البراكه وفي ديك العشه اللي كانت تمايا دايره وسط من هذيك لافير هاي. اما العجيب الخوت هو انه غيلقاو في الباكراوند ديال واحد التصويره ديالو مصورها كاينه واحد الخنشه بواحد اللون وفيها نفس هذاك اللون الخوت اللي تلقى مدفون تمايا فيه لاكارت ناسيونال والحوايج ديال هذاك خينا خليل. نفس النوعيه ديال هذيك الخنشه اللي في الصوره هي نيت اللي تلقات مدفونه. اذا خونا ولا هو المشتبه فيه الرئيسي. من بعد هاد التطورات هذه رجال الشرطه بقاو كيبحثوا في القضيه، وفي الوقيته اللي كانوا كيبحثوا مول تراكس كان كيحفر. والعجيب الخوت هو انه عاوتاني فاش كان كيحفر غيلقى عاوتاني العظومه ديال البشر. عيطوا عاوتاني على رجال الشرطه، جاو لعين المكان، طوقات القضيه وتهزوا هذوك العظومه من هذيك البلاصه عاوتاني اللي كانوا غارقين في واحد البلاصه اللي بعيده تحت من الارض. تهزوا دوك العظومه ومشاو باش يداروا عليهم التحاليل ويعرفوا بالضبط لمن تيرجعوا. حاليا تلقاو جوج ديال الجثث، وحده كترجع البنت ووحده كترجع الراجل، ولقاو لاكارت ناسيونال اللي كترجع لواحد السيد اللي سميتو خالد، ولقاو حتى الحوايج اللي كيرجعوا لشي شخص. المهم بقاو رجال الشرطه تيبحثوا من كاع الجوانب، وهما تيبحثوا مع داك خينا اللي كان مكلف تمو وكاره هذيك الارض. جابوا ليه هذيك التصويره من هذاك الدفتر ديال التصاور اللي كان عنده في الدار ديالو. قالوا لي قول لينا فلان، نتايا ديجا قلتي لينا باللي كان كيجي عندك هاد السيد هذا خالد وجلس معاك شي ايامات مع صاحبك، نفس الخنشه اللي لقينا فيها لاكار ناسيونال ديالو والحوايج ديالو اللي كانوا مقطعين ونفس اللون ديالها لقيناها في هاد التصويره هذه. هي كتبان موراك، يعني انت اللي صفيت عليه وانت اللي درتيه في هذيك الخنشه وانت اللي بغيتي تخفي المعالم ديال الجريمه وخشيتيه تما دفنتيه في الارض
ودفنتي معاه حتى السر ديالو. قلتي راك ما غتحصلش، دابا غير فلان راك حصلتي وما عندكش فين تهرب. اييه اخونا في هاد اللحظه هادي بدا كيدور في راسو، قال لي مودي انا غادي نعترف لكم، ما غاديش نكذب عليكم. فهاد الوقيته اللي كان غيعترف كان باقي بالضبط ما خرجوش حتى النتائج ديال التحاليل ديال مصلحه التشريح الطبي، ولكن هو صافي تغلب وقرر على انه يعترف. قال لي مودي صراحه هاد خالد هذا راه كان عشيري وكان كيريح معايا شحال من مره، ولكن واحد النهار ضربنا واحد الضربه فيها فلوس صحيحه، وديك الفلوس تخاصمنا عليها، ومن تما صافي بديت كنقيد ليه في الضربه، بديت كنخطط كيفاش ندير ليه. فاش وصلت اللحظه المناسبه عيطت عليه وجلسنا على الطابله على اساس باش نشربوا شويه وكذا، وتمايا لعبت اللعبه ديالي ودرت لي البلان في الشراب بلا معاق غير بالفن حتى فقد الوعي. شرب داكشي وطاح كاو، من بعد فريشه معاه ودفنت تمايا تحت من هذيك البراكه، وصافي ردمت القضيه، زدت لاكارت ناسيونال ديالو حتى الحوايج ديالو وخشيتهم تمايا ردمتهم. وهادشي اللي كاين سيدي. انايا قلت حتى واحد ما غيعيق، وهاد خينا هذا عام كان كيبان لي عام مقطع ما عندو حتى شي واحد ما كيسول فيه حد، وحتى واحد ما عارفو باللي راه معايا ولا راني كنتلاقى انا وياه. وهادشي اللي كاين، نتوما عارفين الخوت فهاد البلايص هادو بحال هكا اللي كيكون فيهم لافيراي وكذا، والخدامين اللي كيكونوا تما اغلبيه ديالهم كيكونوا مساكن مقطعين كل واحد ومنين. كاين اللي مخلي دارهم في ما عرفت فين وكيجي كيخدم، هادشي اللي كاين كل واحد وفين لاحته الوقت. الله يحسن العوان. المهم تخينا هذا حصل في القضيه واعترف بالجريمه ديالو اللي دار، ولكن اللغز الاخر ديال الجثه ديال البنت، واش هو مولاها، واش هو اللي صفاها حتى البنت. حاولوا يضغطوا عليه رجال الشرطه قالوا ليه انت اعترفتي لينا غير بجثه واحده ديال صاحبك اللي صفيتيه، ولكن راه باقا الجثه ديال البنت كاع ما قلتي لينا كيفاش درتي لها حتى صفيتيها لها حتى هي. قال لي ودينا بنت ما عرفت حتى شي بنت اسيدي، اقسم لكم يمين انا ما صفيتها لشي بنت، انا راه حدي غير هو اللي صاحبي اللي صفيتها ليه، ما كانت لا بنت لا حتى شي حاجه، والله سيدي ما صفيتها لشي بنت. قالوا لي هو ما يمكنش. قال لي ودي نحلف لكم باش ما بغيتو، انا كنت مصفيها لشي بنت غنقولها غارق غندوز الحبس، لا كنت غندوزو على روح ندوزو على جوج، فين كاين الفرق. ولكن راه البنت انا ما مصفيهاش ليها سيدي. كان باين من الهضره ديالو بلي واثق في راسو وباللي بريء من القضيه ديال البنت، ولكن واش هادشي هذا غيخلي رجال الشرطه يثيقوا به؟ ما يمكنش يثيقوا به حتى هو مجرم. في هاد اللحظه هادي رجال الشرطه غيسولوا داك خاينه، قالوا لي قول لي واش في هذيك لافيراي كانوا معاك شي وحدين اخرين من غير هاد السيد هذا خالد اللي صفيتيه؟ كانوا معاك شي وحدين اخرين؟ وقال لي مودي كانوا معايا شي خدام اخرين، كانوا تا هما واخدين واحد البارتيه وكانوا كيخدموا فيها، وحتى هما كانوا دايرين البراكه ديالهم وجالسين فيها، وهما راه خوت اسيدي كانوا خدامين تمايا. قالوا لي هاد الخوت هادو كيفاش قاديتهم، فين كاينين دابا تعرفهم؟ قال لي مودي عرفهم، راه دابا راه تيسكنوا في البلاصه الفلانيه. رجال الشرطه تحركوا بالزربه لعين المكان باش يجيبوا هاد الخوت يحقوا معاهم، ولكن في هاد اللحظه هادي غتوقع واحد الحاجه اللي كانت صادمه. الوقيته اللي بغاو يمشيو فيها رجال الشرطه يجيبوا هادوك الجوج اللي كانوا حتى هما عندهم العشاء ديالهم في هذيك لافيراي باش يبحثوا معاهم، غادي يتفاجئوا رجال الشرطه فاش غيدخل عندهم واحد السيد هذا كان راجل كبير في العمر تقريبا في الستينات من عمره. جا عند رجال الشرطه قال لهم ودي انا راني جيت باش ندلي بواحد الشهاده سي. قالوا لي ايه تفضل مرحبا. وقال لي مودي انا سمعت بلي راه لقيتو في البلاصه الفلانيه في هذيك لافيراي اللي جا لي هذاك المقاول بغى يبني تمايا، راني سمعت بلي لقيتو شي جثه ديال شي حد تمايا، وانا يا سيدي بغيت نجي ندلي بالشهاده ديالي بحكم ان هاد القضيه هادي دازت عليها مده وما بغيتش تنسى لي يا سيدي. قالوا لي ايه الله يا ودي قول لينا شنو كاين بالضبط. قال لي مودي دابا راه داز تقريبا مده طويله ديال 14 عام ولا ما عرفت شحال، كديت واحد السيده سيدي تقريبا في الليل، وهذيك السيده بلغتها من البلاصه الفلانيه حتى لهاديك البلاصه اللي كاينه لافيراي. ديك السيده قالت لي بلي غادي تمشي تقضي واحد الغرض ديالها تمايا في هذيك لافيراي، تجيب شي فلوس وتجي. انا وصلتها لعين المكان وكان باين عليها باللي معصبه ومستريسيه. وصلتها لعين المكان ودخلات دوزات تما واحد المده، انا سيدي كانت مخلصاني في الكورسه ديالي ودايره معايا باش نديها ونردها لبلاصه فين ساكنه. فعلا سيدي وقفتها تمايا قدام هذيك لافيراي ودخلات تمايا
عاد شي وحدين تما كانوا دايرين العشاء ديالهم. دخلات ودوزت واحد المده تما، ومن بعد خرجات. فاش خرجات كان باين عليها بلي مخلوعه، وباللي باينه مخبيه شي حاجه. الحاله ديالها ماشي هي هذيك. انا شكيت سيدي، ما ربنا السيده هذه تكون دارت شي كارثه تما، وهي اللي صفات لشي حد تما. هنايا رجال الشرطه قالوا لي هو هاد السيده هادي واش كتعرف الدار ديالها؟ وقال لي مودي لا كانت باقا ساكنه في نفس الدار، راه دازت مده على هادشي. انا راه باقي عاقل على الدار ديالها، نمشي معاكم نوريكم الدار وسولو تما، وربنا تكون باقا ساكنه تما. مزيان. في هاد اللحظه هادي شي عناصر من رجال الشرطه غيتحركوا مع هاد خينا هذا باش يوريهم الدار ديال هاد ختنا هادي اللي ديجا مشات تما، واللي شاك فيها هاد خينا ممكن تكون دارت شي كارثه. ولكن الخوت راه كيف قلت لكم من قبل، مشاو عناصر اخرين ديال رجال الشرطه باش يجيبوا هادوك الجوج اللي كانوا ديجا عندهم العشاء ديالهم تما. فعلا قدروا يوصلوا ليهم رجال الشرطه وجابوهم معاهم للولايه باش يكملوا معاهم البحث. بداو تيستنطقوا فيهم بشكل عادي وبشكل روتيني كيف ما كيديروا مع كل شيء. والعجيب في الامر هو ان هاد خوتنا هادو فاش عزلوا كل واحد فيهم بوحدو كان البحث ساهل. نتوما عارفين الطرق اللي كيديروا رجال الشرطه ورجال الدرك اللي كتكون ذكيه وكتقدر تحصل بنادم، خصوصا اللي كانوا جوج ولا ثلاثه كتكون القضيه سهله. جاو عاد واحد في هاد الجوج هادو وقالوا ليه ورا صاحبك راه اعترف. قول قرا معلم. حاصل صاحبك راه قال لنا شنو درتو، احسن لك تعترف تخفف على راسك وليدي. انا يا خونا فاش شاف صاحبو اعترف، واخا صاحبو يقدر يكون كاع ما اعترف، قال لي مودي راه داكشي اللي كاين. قال لي مودي احنا ما عرفناش شنو وقع بالضبط. قالوا لي قول قال لي مودي الصراحه كنا سكرانين في واحد الليل مكاوين جايبين الكاو ديال بصح، حنا ما عقلناش على راسنا، اثر فينا داك الشراب ونعسنا. فاش نعسنا سيدي فقنا مع الصباح حتى كنتفاجئوا كانت سهرانه معنا واحد البنت مدوزه معنا الليله. فاش فقنا الصباح لقينا ديك السيده كلها مخرقه القابي بالموس ومضروبه بحال شي حاله ومصفيه، يعني ميته السيده. تفاجئنا، ما عرفناش واش اثر علينا الشراب ودرنا القضيه وفاريناها معاها، ما عرفناش شنو وقع بالضبط. المهم راه وقع اللي وقع، وحنايا فاش شفنا راسنا حصلنا فيها غنمشيو حفرنا تما ودفناه. ولكن الخوت واش هاد خوتنا هادو نيت اللي كانوا سكرانين هما اللي صفاو على ديك البنت اللي معاه؟ لا اعلم. خالد بان مولاه اللي صفاها ليه، ولكن هاد خوتنا هادو واش هما اللي صفاو على البنت؟ حنا غنشوف. قضيه مازال مستمره. رجال الشرطه غيقدروا يوصلوا لهذيك البنت اللي قال لهم عليها مول الطاكسي واللي دلا بالشهاده ديالها، واللي ما بقاتش بنت اللي صغيره من طبيعه الحال، السيده راه كبرات في العمر. وصلوا ليها رجال الشرطه وقالوا لها ضروري تفضلي معنا، خاصنا ضروري نبحثوا معاك في شي حاجه. قالت لي مية مرحبا. مشات معاهم وبداو تيبحثوا. قالوا لي دازت واحد المده طويله على واحد القضيه. واحد مول الطاكسي وصلك بالضبط لواحد البلاصه اللي معروفه كانوا فيها صحاب لافيراي، وقال لي مول الطاكسي باللي وصلك تمايا ودخلتي قضيتي شي غرض وخرجتي وانتي مخلوعه وحالتك ماشي نورمال. واش في راسك باللي هذيك البلاصه تلقاو فيها جوج ديال الجوتات؟ دابا احسن لك تقولي لينا شنو وقع بالضبط في هذاك النهار وتقري، ولا راك غتمشي فيها؟ السيده ما كانتش عارفه شنو وقع بالضبط، ما عرفت حتى شي حاجه على البحث، ما عرفت حتى شي واحد واش تشد ولا ما تشدش ولا شنو وقع. ولكن خدنا في راس العجينه وهنايا غادي تعرف. قالت لي مودي انايا راني ما قتلت جوج الناس، والله ما صفيت عليهم جوج، انايا واحده اللي كان عندي معاها حساب هي اللي مشيت فاريتها معاه في هذيك الليله. انا يا سيدي بهالبلان. اذا هذه هي مولات الجثه الثانيه ديال البنت. قالوا لي احنا كنتصنتو، قولي لينا شنو كاين بالضبط، شنو وقع. قالت لي مودي انا كانت صاحبتي واحد البنت، وديك البنت عرفت على هذوك الناس اللي كانوا تما صحاب لافيراي، وهذوك صحاب لافيراي تما كانوا كيتهلاو فينا وتيعطيونا الرزق ديال بصح. هي ما كانت كتعرف حتى شي حاجه وانا علمتها الحرفه، كنا كنمشيو كنباتو معاهم. ولكن مع الوقت معها هي كانت زوينه وكذا، كحسيت فيها بحال بدات كدير لي الكليان. هادشي هذا هو اللي دفعني باش نقرر نفارق معاها. سيده ولات قاطعه ليا الرزق ديالي. واش ما رزق الحرام تيتسمى رزق؟ ما علينا، كله فين كيجري وفي اخر المطاف يسقى الساقي بما سقى. قالت لي منايا خططت مزيان، وداك النهار صونيت ليها قلت لها فينك. قالت لي ودي راني عاد خوتنا. قالت لي يا خوتنا راهم كاو وراهم غايطيحوا دوده. انا فاش شميت منا الخبار عيطت على مول الطاكسي، عرفت بلي خوتنا غينعسوا، غتبقى ليا هي
في الراس غنفاريها معاها لصق فيه من البلان تمايا ونخرج بحال اللي ما وقع حتى شي حاجه. داكشي اللي وقع نيت. عيطت انا مول الطاكسي جهزني من الدار، مشيت للبلاصه تمايا، قضيت لافير، دخلت عليها خرجتها. خوتنا كانوا كاو مداو ما جابو طايحين دوده وزدت بحال هادشي. وهادشي اللي وقع، داكشي اللي طرا من بعد ما عرفتش شنو وقع بالضبط. يعني خيتنا صفاتها البنت وخوتنا دفنوها تمايا بلا ما يعرفوا واش هما اللي صفاوها له ولا لا. ما علينا، من بعد ما اعترفوا هاد خوتنا هادو كاملين، واخيرا تفرس السر اللي داز عليه 15 عام. الروح عزيزة على الله ومولاها كيبان. من بعد ما بانت الحقيقة كاملة واللي دازت على سنين، السيد اللي قتل خالد غيتحكم عليه بالمؤبد، وختنا اللي قتلت صاحبتها غيتحكم عليها حتى هي بالمؤبد. اما هادوك الجوج اللي كانوا سكرانين وما عرفوش شنو وقع ودفنوا السيدة غيتحكم عليهم ب10 سنين ديال الحبس، بحكم انهم شاركوا في القضية وخفاو معالم الجريمة. العبرة اللي نقدروا نستخلصوها من الواقع ديال اليوم الخوت باينة، كل واحد فيكم عارفها. الروح عزيز عند الله ومولاها كيبان وخدو السنين. وكاع علينا نفرض سيدي كان مطور وسلك من هنا، عاد مولاها شنو يقول؟ الله عز وجل فاش غطلع قدامه غتحاسب على كل شيء وعلى كل حاجة. حتى حاجة ما كطيع وحتى حاجة ما كدوز، في اخر المطاف غتخلص. داكشي علاش بنادم خاصو يرد البال، خاصو يحضر عقله قبل ما يخلص. الله معكم اخوتي، نتمنى تكون الواقعة ديال اليوم عجباتكم. احبكم في الله، نشوفكم ان شاء الله في افضل واحسن الاحوال.